السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخبار محترفين اليوم، شارك دراوي أساسيا مع ناديه الوداد وسجل هدفا رائعا في الدقائق الأخيرة ضد سيمبا التنزاني ليهدي فريقه الوداد 3 نقاط من ذهب ليتصدر لأول مرة ب3 نقاط ثمينة ضد فريق المدرب بن شيخة الجزائري. رياض محرز. شارك الدولي الجزائري رياض محرز وأمير سعيود في اللقاء اليوم الأهلي ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وتعادل الفريقين بالتعادل السلبي اليوم، ونال محرز التنقيط الأعلى في المباراة. بغداد بونجاح. سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح هاتريك جميل اليوم مع ناديه السد في كلاسيكو قطر ضد الريان ليهدي فريقه 3 نقاط مهمة تهديه الصدارة قبل التوقف الدولي في جونفي. إسماعيل بن ناصر. شارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بديلا اليوم في الدقيقة 54، ولكنه خسر المباراة أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي ليخرج بن ناصر متحسرا في ثاني مشاركة له بعد العودة من الإصابة الجولة الفائتة. فارس شايبي. المتألق في الدوري الألماني هذا الموسم، يقود نادي أينتراخت فرانكفورت للفوز على المتصدر بايرن ميونخ ب5 أهداف ل1. وقدم فارس شايبي مباراة رائعة مع ناديه وقدم تمريرة حاسمة.